صباح الفل يا صباح الجمال على الناس الجمال. النهارده عندنا استاكوزا نيلي، كنت عملتها معاكم قبل كده فيديو، والنهارده هعملها بطريقه مختلفه شويه، وهعمل من جنبيها شوربه ورز. بس المره دي مش هعمل رز صياديه، هنعمل رز طعمه جميل جدا، اجمل بكتير جدا من رز الصياديه. دي اللوبستر او الاستاكوزا النيلي، دي موجوده عندنا هنا في النيل، جراد البحر او جراد الميه العذبه. جميله جدا وطعمها حلو قوي، وفيها كل القيم والعناصر الغذائيه اللي موجوده في الاستاكوزا العاديه والجمبري والقشريات. يلا كده نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام ونشوف بقى الجمال ده هنعمله ازاي. الجمال اللي فيها ان سعرها بسيط وفي نفس الوقت مشبعه جدا، لان هي مليانه بالقيم الغذائيه. هنا كيلو استاكوزا مخلي لحم صافي، وطبعا ده ما شاء الله بيبقى معايا كميه حلوه قوي. اتبله معاكم واوريكم التتبيله عشان نحافظ على القيمه الغذائيه بتاعتها، عشان نحافظ على النكهه والطعم. ما نضيفش توابل كتير، يعني مجرد عندي هنا توم باودر، بصل باودر، حبه توم طبيعي، واضيف عليهم حبه فلفل يدي نكهه، وملح بس. تتنقع في التتبيله دي حوالي ساعه على ما اجهز الرز واجهز الشوربه. طاسه نرفعها على النار، فيها معلقه زيت او معلقه سمنه، اضيف عليهم معلقتين توم مفروم، وابدا اشوح على النار. واضيف عليهم طبق الاستاكوزا وابدا اديه تشويحه كده مع التومه. الاستاكوزا بتستوي بسرعه جدا، مش بتاخد وقت. وبعدين انزل عليهم بمعلقتين دقيق. بعد ما قلبنا الدقيق كويس مع الاستاكوزا اتحمرت كده بحوالي 5 دقايق، اضيف كوبايه لبن وكوبايتين ميه، لان انا مش عايزه القوام بتاعها يبقى تقيل. هنضيف الميه كده بالتدريج. لو حابين تضيفوا جبنه موتزاريلا مفيش مشاكل، بس انا مش من عشاق الجبنه قوي، كمان عشان ما تبقاش دسمه قوي وتقيله. كمان طماطميه واحده معصوره، ومعلقه فلفل اسود، نص معلقه صغيره جنزبيل. ده كافي جدا وهيخلي طعم الشوربه في منتهى الجمال. وبكده اكون عملت احلى شوربه سي فود هتدوقها في حياتكم. عشان بقى نكمله احلى غدا، هنعمل معاه رز. شوفي وصفه الرز بتاعتي وانتي هتدمنيها ادمان. على حسب افراد عدد اسرتك هتعملي الكميه. انا هعمل كوبايه رز واحده هنا، وطبعا كوبايه الرز المصري ليها كوبايه ونص ميه. الرز ابيض بالبصل والفلفل، هتشوفي كفايه شكل الالوان وكفايه الطعم والنكهه. جربيه بطريقتي عمرك ما هتندمي. هنحمر الرز عادي خالص، وهضيف عليه بصله كبيره مقطعه، هنحمرها معاه. وبعدين هضيف نص طماطمايه مقطعه صغير جدا، وعليها قرن فلفل احمر مكعبات وقرن فلفل اخضر. طبعا بتزودي على حسب كميه الرز اللي انت هتعمليها. تقليبه خفيفه. هو اوريدي عندنا الرز خلاص اتحمر، دي بس كده لون في الاخر. هبدا اضيف الميه. انا كنت عامله كوبايه رز واحده، هضيف عليها كوبايه ونص ميه. كده خلاص الرز استوى. نبدا بقى نقلي الاستاكوزا. هقلبها في الدقيق كده، هغلفها كويس. طبعا هي هنا متقشره، فهي بالظبط تشبه الجمبري بالظبط، قشريات كده طريه معايا، ولما هتتقلي هتتدور بالظبط شكلها شكل الجمبري. طبعا هنا مخليه، لان حجمها صغير لازم انفضها كويس من الدقيق قبل ما انزلها في الزيت عن طريق مصفى بلاستيك كده، بحيث ان انتي تنفضيها او تتخلصي من الدقيق بالشكل ده. طاسه عندي على النار، احط فيها كميه زيت مش كتيره قوي. ابدا انزل الاستاكوزا واحده واحده واقلبها كويس. اول عندي ما تاخد لون ذهبي هطلعها بسرعه، ما اسيبهاش تنشف، لان هي كل ما كانت طريه كل ما كان طعمها احلى. وطعم كمان هي بتستوي بسرعه قوي، مش بتاخد وقت خالص.
شايفين الجمال وشايفين اللون ما شاء الله. وعايزه اقول لكم بقى الريحه تحفه يا جماعه، خرافه جميله جدا جدا جدا. عاوزه اقول لكم ان الولاد ما بيستنوش، يعني بمجرد ما بتستوي بتتنسف. وانا بقى بتدبس في الشوربه والرز. بعد ما بتتحمر وتاخد اللون الذهبي بنطلعها ونضيف جنبيها الشوربه والرز. النكهه والطعم خرافه، ومفيش اجمل من كده. وجبه جميله جدا، اقتصاديه، مفيده ليكي ولاولادك، فيها كل عناصر غذائيه. يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في قناتي والشير واللايك لكل اللي بتحبوهم. ودمتم يا رب دايما بألف صحة وعافية. دغري على السكة.